لا بقول لك انت تتدخل في سيستم شغلنا، ده سيستم شغال بقاله سنين، هنغيره علشانك ولا ايه؟ اللي نقول لك عليه تعمله. طب ممكن يا ابني انت وهو تقولوا لي على العنوان عشان اعمل له مقايسه بالمره؟ احنا جنبك هنا في 60 داهيه في بيت الحاج خميس صباح جمعه. تيمون وبومبا؟ لا مش تيمون وبومبا، لا. طب احلف. والله العظيم انا مش تيمون. والله العظيم انا مش بومبا. طب وانتوا يا ابني ليه عايزين لمض موفره والبيت ده ما بيجيلوش فاتوره كهرباء واحده؟ مفيش فواتير كهرباء؟ معناها ايه الكلمه دي؟ يعني انت متاكد من اللي بتقوله؟ الا متاكد. ده انا عينيا الجوز دول راحوا بسبب جوز الخرفان اللي جوه ده، ومن يوم ما البيت ده اتبنى انا ما شفتش محصل واحد جاب فاتوره كهرباء. مفيش فواتير كهرباء بتيجي خالص؟ حس كده بقى، يبقى هنقلبها لهم ظهر يا بومبا. بومبا؟ ايه زومبا اصل هو اسمه زومبا، اسمنا سيمون وزومبا. لا مؤاخذة يا ابني، من بعد العيلين دول معموني وكل يوم يجوا جنب المحل صواريخ وبومب جنب ودي لما صوروني. فاكر فاكر ايه؟ قصده يعني فاكر العيال دي، اصل هم بيجوا عندنا عند البيت عيال مؤذيه شياطين. المهم بس عايزينك تجيب كل اللمض اللي عندك وكل اي حاجه بتكهرب، اي حاجه بتستهلك، وتجيبها لنا على البيت بسرعه، عشان لو اتاخرت المره دي هنيجي نقطع لك لسانك. احنا كل اللمض مسمار مش اراجوز، ماشي؟ عينيا. حفظ الله. الف سلام. اخر اقطع لك لسانك. ايه ده؟ انا فاكر اننا عملنا افتتاح للحمام ده قبل كده. وده يكونش عيد ميلاد الحمام ولا ايه؟ اكيد جوز الهبل اللي بره دول اللي عملوا كده. بس يا تيمون الصوت المقرف اللي بتعمله انت بتشرب ده. بس يا زفت انت. زهقان يا بومبا. زهقان تشرب بصوت؟ عم مرغني. نعم. ما تنساش تركب لي تكييف جنب الدفايه، عشان لما بشغل الدفايه بتحر. اما تخلص يا عم مرغني ركب النجفه في التلاجة بقى زي ما اتفقنا. انتوا متأكدين انتوا الاتنين ان انت مش تيمون وبومبا؟ لا مش متأكدين، بس مش احنا يعني. سبحان الله، مع ان يخلق من الصوت 40. ايدك يا ابني. ولا بومبا، يبقى فكرني نفقده حاسه السمع، عشان بدأ يشك فينا. طب ما هيشم، عنده حاسة شم. انت يا جحش انت وهو اللي انتوا عاملينه في الحمام ده. ايه ده؟ انا لو استنيت شويه كان الليسي دخل عليا بفرقته ويزفني جوه. ايه يا بهايم؟ ثم ايه ده؟ دي صارت بيتنا ولا افتتاح مقله؟ هياخدت اهو. ما تهدى يا بابا وتفهم الموضوع الاول. كل ما في الموضوع ان احنا عرفنا ان البيت ده ما بيجيلوش فاتوره كهرباء، فقلنا يعني نستغل الموقف. طب ازيدك مش شاعر بيت يا عمي؟ يا ريت. احنا هنعمل في البيت ده مشروع يدخل لنا دخل سنوي يفوق الارباح السنويه للشهادات ذات العائد التراكمي. قول لي ازاي؟ ازاي؟ عمي ايه اكتر مشكله بتؤرق الشباب دلوقتي؟ حب الشباب. لا، المشكله الثانيه اللي بعد حب الشباب. البطاله، عدم الاحساس بالمسؤوليه زيكم. لا يا عمي، اكتر مشكله بتؤرق الشباب هي شواحن الهواتف النقاله. سوري ايه يا حبيبي؟ شواحن التليفون النقاله عند الشباب. النهارده الشباب بتواجه مشكله كبيره جدا في ان هم تليفوناتهم شواحنها بيخلص بسرعه. النهارده احنا هنحول البيت ده بطاريه كبيره جدا مقابل مادي. نحتاج ايه؟ نحتاج بطاريه ذات انتنه هوائيه ترسل الذبذبات ثلاثيه الابعاد عبر خاصيه الوايرلس. اي حد حط الفيشه شحن. برافو يا بومبا، انت على فكره لازم تطلع تفجر المشكله دي مع عمرو اديب. عملت امبارح مداخله مع عمرو كلمته؟ اه طبعا. وحصل ايه؟ ما حصلش حاجه. يعني انا جوزت بنتي للوح ده عشان ربنا يعوضني عن اللوح ده؟ يا رب يا رب، انا كنت عملت ايه في حياتي اكتر من ان انا كلت ورث اخواتي واللي عملته في بنتي وهي صغيره؟ بنتك مين؟ تهاني؟ لا، اختها التوأم. هو انا كان ليا اخت ثانيه غير تهاني توأم تهاني؟ عملت فيها ايه؟ قتلتها؟ وقتها؟ امال ايه؟ دمجتهم.
انت بتشوفش تهاني قد ايه بعد ما اتدمجت؟ دمجته. حبيبتي كان اسمها يمنى، وتهاني ما كانش اسمها تهاني، كان اسمها يسرى. حتى لو تاخدوا بالكم تهاني وهي ماشيه بترمي يمين كده ما بتبقاش هي، بتبقى يمنى، بتبقى عاوزه تخرج، وتهاني بتقول لها مش هينفع عشان عايزه تنام وكده يعني. ايوه يعني هو متجوز يمنى ولا يسرى؟ انا متجوز 2. مش انت عندك عيلين؟ ايوه. هما 2. اتاري تهاني بتكره عهد، تلاقيها بنت يمنى. اسمع يا جحش انت وهو، من بكره الصبح بدري تروحوا لمصلحه الكهرباء تدفعوا كل الفواتير اللي متاخره علينا، انتوا فاهمين؟ عوض هات فلوس. مش عيد. مش عيد ايه؟ مش عيد. ايوه ايه علاقه ده؟ هات فلوس طيب. مش عيد. مش ايام مفترجه يعني، ما احنا مش هنعيد. مش عيد.